نفسك صورك تطلع حلوة والبشرة تكون ناعمة وما فيهاش عيوب أو علامات؟ طب ما تزعلش وتعالى أقول لك على أفضل طريقة تقدر تنعم بها البشرة ومن غير ما تضيع تفاصيلها. لو أول مرة تشوفني فأنا عماد سويلم، بقدم توتوريال فوتوشوب تقدر من خلالها تحصل على نتيجة كويسة جدا. احنا لسه قناة صغيرة بس بيكم إن شاء الله وبنصايحكم هنكبر مع بعض. تتأكد إنك تعمل اشتراك تنورني. معلش بقى على المقدمة الطويلة ويلا بينا. ده المشروع اللي هنبدأ نشتغل عليه. هنبدأ بينا بس ناخد نسخة كده من اللاير بتاعتنا ونخفي الباك جراوند. كان في البداية بنستخدم أدوات معينة علشان نعمل تنعيم للبشرة أو نشيل الحبوب، منها الستامب تول. الستامب تول كان بتختم أو بتاخد نسخة من جزء من البشرة وتبدأ تحطه في المكان اللي أنا عايزه. كانت مشكلة الطريقة دي إنها بتاخد التكستشر بتاع البشرة، المسام والتجاعيد، ولكن بتهمل اللون، لأن بتاخد اللون من المكان اللي أنت واخد منه نسخة. فساعات او اوقات اللون بتاعها ما بيظبطش، فكنت باجي بعد كده بالبراش تول واخد لون من اللي انا عايزه وابدا الون تاني. كانت مشكله الطريقه دي انها البراش تول بتضيع التفاصيل اللي انا كنت واخدها اصلا بالستامب تول. بتظبط اللون ولكن التفاصيل بتبدا تروح، فما كانش عندي طريقه كويسه تحافظ على التفاصيل بتاع البشره وفي نفس الوقت تاخد اللون بتاع البشره. الطريقه بتاعت النهارده هي عباره عن ان احنا هنفصل البشره الى تو لايرز. لاير هيكون عليها اللون واللاير التاني هيكون على تفاصيل البشره زي المسام والتكستشر بتاع البشره. لو جينا نشوف مثلا الجزء ده او الحبايه دي عباره عن ايه، هتلاقيها واخده لون غير لون البشره وواخده تكستشر غير التكستشر بتاع البشره اللي حواليها. فلو جبت هنا بالستامب تول وابتديت هاخد جزء من اللي حواليها على الجزء بتاع الحبايه ده، هياخد نفس التكستشر ولكن اللون مش هيشتغل. ولو جبت البراش فهاخد اللون ولكن هيمسح لي الجزء ده بالتفاصيل بتاعته فمش هينفع. فالطريقه بتاعتنا ان انا هفصل التو لايرز بتاعتنا بحيث ان انا هيبقى عندي لاير عليها اللون اقدر اخد منها، واللاير بتاع التفاصيل هبدا اخد منها من غير ما كل واحده تبوظ الثانيه. هاجي هنا ببساطه هاخد تو لايرز من النسخه بتاعتي وابدا الاولى احط عليها كلر او اكتب عليها كلر، وده هتمثل الكلر بتاع الصوره بتاعتنا. واللاير الثانيه هيكون عليها التكتشر او الديتيلز بتاع البشره زي المسام والتجاعيد. يبقى انا كده هفصل الاثنين عن بعض. طب هعمل كده ازاي؟ هاجي هنا على الكلر واخفي الباك جراوند كده، هاجي هنا على اول لاير اللي هي الكلر واعمل لها بلور خالص علشان اضيع منها التفاصيل. انا عايز اللون بس هو اللي يكون باين معايا بغض النظر عن التفاصيل والمسام والتجاعيد خالص. فهعمل بلور قوي بحيث ان انا اضيع التفاصيل اللي موجوده نهائي. فتبدا تظبط القيمه كده لحد ما بتشوف ان فعلا التفاصيل ضاعت، هو اللون بس اللي قدامي فقط. يبقى انا شايف الصوره قدامي عباره عن اختلاف الوان عن بعض بالشكل اللي انا شايفه ده. طيب بالنسبه للتفاصيل هبدا اوديها فين؟ هاجي هنا على الجزء اللي هو بقى التكستشر او اللي هيكون عليه التفاصيل، هبدا اظهره كده. طيب عايز انقل تفاصيل الصوره عليه بالمسام بالتجاعيد بالكلام ده، هعمل ده ازاي؟ هاجي هنا على ايمج واختار ابلاي ايمج. طيب ركز معايا هنا. هاجي هنا على لاير واختار بدل ميرجد هختار الكالر اللي هي اللي تحتها، اللي هي الصوره اللي كان عليها الكالر او اللي احنا ودينا عليها اللون. واجي هنا على البليندنج واخليه سبتراكت، واجي على سكيل اخليه 2. هو هيكون القيمه بتتراوح من 1 الى 2 والاوفست هنخليه 128. ممكن تبدا بالقيم دي، ولو ما ظبطتش معاك ابدا زود او قلل فيها. هو كل اللي انت عايزه ان الصوره تتحول بالشكل ده، كل اللون راح من عليها ولكن بقى التفاصيل فقط والمسام والتجاعيد اللي موجوده زي ما انت شايف كده. هاجي هنا اختار لها لينير اد تاني او لينير لايت علشان ابدا اظهرها تاني، ولكن هي كده بدات تبقى عليها التفاصيل فقط. كده انا فصلت الصوره الى اتنين، صوره عليها الكلر وصوره عليها او لاير عليها التكستشر بتاع التفاصيل بتاعتها. طيب نبدا نظبط كده او نشيل الحبايه دي. هنبدا نيجي هنا على الكلر وابدا اخد جزء من اللي احنا شايفينه ده كده. لو تلاحظ حاجه جميله جدا ان انا اللون بدا يتاخد من لون البشره ولكن البراش ما مسحتش الجزء زي المرحله اللي في الاول. ده ليه؟ لان انا فاصل التكستشر على لاير فوق وانا ما لعبتش فيها، فكده مكان الحبايه خدت نفس اللون اللي جنبها. ولكن لو تلاحظ هنلاقي الحبايه دي اصلا كان لها تكستشر او لها شكل مختلف عن اللي جنبها، فانا عايز اظبط كمان على اللاير بتاع التكستشر. هاجي هنا بقى بالستامب واخد جزء من السليم كده وابدا اخد او ارميه على الجزء اللي هو بتاع الحبايه ده علشان يتماشى مع الجزء اللي حواليه كله بالشكل اللي انت شايفه ده. كده الموضوع بيبقى احسن بكتير، ان انا ممكن اتميز باللون او اظهر اللون واظبط التكستشر زي ما انا عايز. لو جيت برضو على جزء زي اللي انا شايفه ده، هاجي على الكلر ابدا اخد بالبراش
اصغر البراش كده شويه وابدا اخد البراش وابدا الون، هلاقي فعلا الجزء ده خلاص ظبط من غير التكستشر. هو كان التكستشر واحد ولكن اللون هو اللي مختلف. لو جيت ابص على الحبايه اللي جنبها دي، فالحبايه دي هظبط اللون بتاعتها. لو جيت اشوف هلاقي ليها شكل غير اللي جنبها، فابدا اروح على اللاير بتاع التكستشر واجيب الستامب تول وابدا اخد جزء كده من السليم بتبدا تروح. فهو ده النظام اللي احنا نبدا نتبعه، ان كل جزء هدخل عليه بالكلر، هاخد منه اظبط الكلر الاول. لو لقيته لسه ما عملش او ما راحش خالص، يبقى هو كان ليه تفاصيل او ليه مسام معينه غير اللي جنبه، فابدا اروح على لاير التكستشر واجيب الستامب تول وابدا اخد او اظبط الجزء ده. اجي هنا بالتكستشر اروح بالستامب تول اخد جزء من السليم وكده راح خالص، ابدا اظبط الجزء ده تاني وهكذا. طيب بالشكل ده نفس الموضوع، هاجي هنا بالستامب وبعدين اروح بالكلر بالبراش وابدا اظبط اللون دوت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو تلاحظ ان هو فعلا نتيجه كويسه جدا زي ما انت شايف. طيب في جزء هنا برضو هنغير الكلر ولكن مش هنستخدم البراش تول، تعال نتعلم طريقه تانية. احنا ممكن نيجي هنا باللاسو تول وابدا احدد الجزء اللي انا عايز اوحد اللون بتاعه مع جزء تاني كويس منه، او يكون اللون بتاعه مظبوط يعني. هاجي هنا بالبلور واعمل جاسيان بلور وابدا ازود قيمه. تعال نشيل بس التحديد كده، نخليه ندوس كنترول اتش عشان مش نلغي التحديد، نخفي التحديد عشان بس نشوف النتيجه كويسه بينها وبين اللي جنبها. هبدا ازود كده لحد ما الاقي اللون بقى واحد من اللي جنبه وابدا ادوس اوكي، وكده فعلا النتيجه كويسه جدا. وده اللي انا هتبعه على باقي الصوره. تعال نعمل بس الصوره كده بشكل سريع. طب هاجي على الجزء ده واجي هنا باللاسو تول برضو وابدا اعمل فلتر واجي هنا بلور جاسيان بلور وابدا اشوف كنترول اتش عشان اخفي التحديد كده عشان ابقى شايف النتيجه وابدا ازود. شفت لو زودت زياده عن اللزوم هيبدا اللون يبقى فيك خالص، لا انا بزود او بعمل بلور بنسبه معينه بحيث ان هو اوصل لصوره كويسه او طبيعيه الى حد ما، فكده كويسه اوكي. دي النتيجه النهائيه اللي احنا يعني شفناها. وصلنا لمرحله حلوه جدا ان انا حافظت على اللون وحافظت على التكستشر. تعال نخلي التو لايرز دول في جروب عشان نشوف النتيجه اللي احنا وصلنا لها. ادى النتيجه قبل وده النتيجه بعد. النتيجه طبعا مبهره. لو جيت ابص هنا على مكان الحبايه دي القديم، لو جيت اشوف بقى عملناها ازاي، هنلاقي فعلا التفاصيل بتاع المسام لسه موجوده واللون نفس لون البشره اللي حواليه وكله تمام. لو جيت ابص برضو على الجزئيه دي هلاقي فعلا اللون بس هو اللي اختفى ولكن المسام موجوده ولون البشره موجوده وكل حاجه سليمه يعني. كده وصلنا لمرحله كويسه جدا. وكده خلصنا درس النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك واكتب لنا تعليق يشجعنا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمه الله.